مرة أخرى. رأيك دكتور في الشوط الأول؟ شوط أول على مرحلتين. المرحلة الأولى تسجيل بهدف مبكر بالنسبة لتشيلسي في هجمة مرتدة بعمل رائع جدا من غارناتشو اللي بداية المباراة ظهر بصورة جيدة، لعب على السرعة الموجودة لديه، لعب على القوة التي يمتلكها سواء في التركيز في التسديد. الفريق خرج من تحت الضغط بصورة ممتازة جدا، ومن ثم التحولات الموجودة، المساحات اللي دائما تكون على الأطراف بالنسبة لفريق ساندرلاند، سرعة في التحول وسرعة في التسديد، استطاع أن يسجل الهدف من بداية المباراة. لكن بعد ذلك الأخطاء في التمركز في الكرات الثابتة، عدم إيجاد الحل الرئيسي. كثير من المشاكل يواجهها تشيلسي في الكرات الثابتة، ليس هي المرة الأولى ولا الثانية، إنما كثير هناك في مشاكل بالنسبة لتشيلسي في الكرات الثابتة. في المقابل أعتقد أن ساندرلاند بعد الهدف اللي سجل عليه في بداية المباراة أصبح الفريق مختلف ومغاير. ونذكر أيضا بأن شوط المباراة الأول هناك في ملعب نيوكاسل حيث التقدم 1-0 عن طريق ميرفي الذي تمكن من جعل فريقه متقدما بهدف مقابل 0 في الدقيقة 18. دعونا نتحدث مرة أخرى لما حدث في شوط المباراة الأول. يوسف شيبو 1-1 نتيجة جيدة للفريقين، ولكن بالتأكيد الاستحواذ كان لتشيلسي بشكل كبير 67% مقابل 33. تسديدات لتشيلسي بشكل كبير 8 تسديدات، 4 منها على المرمى. وبالأرقام أيضا ساندرلاند لم يكن بذلك الفريق السيء. كنا قد توقعنا بأنه ممكن يكون تشيلسي على أرضه في شوط المباراة الأول، يعني ممكن ينهي شوط المباراة الأول بشكل جيد. هو شوف استحواذ اكثر، يمكن فرص اكثر، لكن انا عجبني اكثر فريق ساندرلاند في عمليه اول شيء التعامل مع المباراه. صحيح انه استقبل هدف في بدايه المباراه، لكن الدفاع بشكل جيد، ثم الاعتماد اكثر شيء على التحولات وعلى المرتدات. كان خطير بعض الاحيان، كان ممكن يسجل اهداف، لكن كما قلت فريق يلعب بنظام جيد والاداء الجماعي في عمليه الدفاع، الكل يدافع بشكل جيد. هذا ما في ركله جزاء يوسف؟ ما في ركله جزاء؟ لا اعتقد ابدا جزاء. لا كان هناك لأن دوري انجليزي. لا لأن الدوري انجليزي. لا ليست هناك ضربة جزاء. شاهدنا أنا وطارق كان نعم. أكثر من مرة، لكن يمكن يريد المهاجم، كان يريد يمكن أكثر. شوف نعم جد طبيعي يعني بين لاعبين. بيدرو أعتقد هذا جو بيدرو. قلت فريق يدافع بشكل جيد. دائما عندما يدافع ب5 لاعبين أمامه 4 لاعبين، يبقى فقط لاعب وحيد هو ويلسون كمهاجم. اعتماد اكثر شيء على الاطراف، يعني حتى في عمليه الخروج، عندما يخرج من مرتدات ساندرلاند يخرج بكثافه، يعني تقريبا 3-4 لاعبين. وشاهدنا شيء ميزتهم كذلك. وتكلمنا على الكرات الثابته، الحلول من تماس، وهي كذلك كره ثابته. والاخطاء الدفاعيه فريق تشيلسي في عمليه المراقبه وفي عمليه ابعاد الكره. الحارس ممتاز جدا. انا تكلمت على الحارس احد افضل الحراس تقريبا مع بدايه الموسم، كما قلت يعطيك دائما استقرار. وفي عمليه التدخلات كلها كانت تدخلات ناجحه، خصوصا الكرات العرضيه موضوع جيد. ثقه لهذا الحارس، ودائما يعطي اكثر الثقه للمدافعين اللي في اعتقادي يلعبون بشكل جيد بدون اخطاء، تمركز بشكل جيد، حتى عندما يخرج بشكل جيد. في وسط الملعب هناك بعض المشاكل ربما مستغلها اكثر، خصوصا إنزو مع لاعب كايسيدو قايمين بشوط جيد. لكن رغم يعني المحاولات ورغم الاستحواذ ما شاهدناش محاولات يعني كثيره، محاولات حقيقيه للتسجيل. لكن انا اشوف ان ساندرلاند تعامل مع الشوط الاول بشكل جيد. لكن بالمقابل دكتور، تشيلسي في الشوط المباراة الاول حاول بكل الوسائل، بالاطراف، بالعمق، 8 تسديدات، 4 على المرمى. يعطيك انطباع كانه الفريق مستعجل يبغى يسجل باي لحظه. هو طبيعه تشيلسي انه هو ما يطيل عمليه التحضير، على طول عنده التحولات السريعه، يستخدم وسط الملعب، القوه اللي يمتلكها في إنزو وفي كاسيدو في عمليه التحضير، وجيد في الاطراف، عنده اطراف ممتازه صحيح. سواء في التحرك من غير كره او حتى المواجهات الفرديه. اثنين عنده من اسرع اللاعبين، نيتو وايضا غرناتشو، لاعبين صراع، لاعبين عندهم حل فردي. علامه استفهام على جواو بيدرو الامانه، يعني هو مختفي منذ فتره كمهاجم. لم يكن هو من ظهر في كأس العالم للأندية، دائما بعيد عن المرمى، دائما بعيد عن التسجيل. هني فكرة الضغط العالي اللي عمله فريق ساندرلاند في الشوط الأول، هناك للضغط دائما قائد وهو اللي يوجه الفريق، ضغط في منطقة ممتازة، استعاد الكرة. لكن بعد ذلك هذا الضغط العكس اللي يعمله الفريق
في صحيح. عمليه تحول واستخلاص الكره من ساندرلاند. هني المساحات الموجوده بنظام الخمس مدافعين دائما الاطراف تكون اضعف جهه في هذا النظام. سرعه ومهاره جريناتشو اعطت افضليه له، وبكل تاكيد لم يوفق حارس مرمى حتى في التصدي لهذه الهجمه، لكن بكل تاكيد فريق عنده القدره على الضغط مثل ساندرلاند، وعنده قدره على ان ينظم الجانب الدفاعي، فهو ناجح في هذا الجانب. بكل تاكيد الشوط الاول بالنسبه لساندرلاند ناجح، صحيح. لكن بالنسبه لتشيلسي ما زال يبحث عن هدف لتسجيله في الشوط الثاني. هذا اللي كنت بسأل يوسف شيبو. شوط أول كما قال الدكتور بأنه ناجح لساندرلاند، بالمقابل ساندرلاند كان متماسك مترابط، حتى وإن كان قد استقبل هدف في الدقائق الأربع الأولى. يعني فريق ما يلعب على أرضه لما يستقبل أول 4 دقائق هدف من صح. فريق عنده نزعة هجومية يعطيك انطباع بأنه ممكن 2-3 الشوط الأول. صح، يعني لعب بهدوء، يعني حتى رغم انه استقبل الهدف فريق اخر ممكن يفضل السيطره ويفضل انه يلعب خارج ملعبه كذلك ممكن يستقبل اهداف، لكن لعب بنفس الطريقه نفس الاسلوب. خلق بعض الفرص كما قلت، كان منظم. الاهم شيء انه ما استقبلش هدف اخر، هدف ثاني. لو كان استقبل هدف ثاني كان تكون نتيجه اخرى ونشاهد مباراه اخرى. وهنا الحارس كما قلت اللي تدخل، كان كل التدخلات كانت ناجحه اليوم، يعني انقذ فريق ساندرلاند في العديد من المرات. هنا تسديده كايسيدو كذلك. شفت انا تقريبا الفريق لعب بشكل جيد، لكن تشيلسي عنده كل الامكانيات، لانه عنده تعامل مع البدلاء، عنده لاعبين ممكن ماريسكا يعمل تغييرات، لانه يجب كما قلت السرعه اكثر، الضغط اكثر على فريق ساندرلاند. ساندرلاند يلعب 5 لاعبين ومع 4 لاعبين. الحلول دائما تلعب مع الفريق يلعب دفاع وبكثافه عدديه، يجب كما قلت تسديد على المرمى وكذلك السرعه ثم العرضيات اكثر. يوسف، من يتحمل الهدف هذا؟ مسؤولية من؟ والله المدافعين، يعني شوف اول شيء انك يسجل عليك هدف من كره ثابته ومن تماس، اقل شيء اكثر شيء المدافعين مع الحارس، لانه حارس طويل. مش عارف هل كان يقدر ان يشوف، وكذلك موضوع المدافع بقى متاخر، المفروض ان يصعد مع اللاعبين الاخرين. أيوه. لانه لو صعد المدافع اظن كان ممكن يكون اللاعبين متسللين. وصل رينالدو كان ممكن متسلل، صح؟ الدربكه اللي صارت، الفوضى اللي صارت داخل منطقه الجزاء، تتوقع مثل هذه الاهداف. كره ثابته، يجب على الفريق ان يكون هناك في تعليمات واضحه. يعني ما بيقارن، لكن هو شبيه بهدف مانشستر الثاني في الاولد ترافورد هناك امام تشيلسي. نفس الفكره، فريق ما عنده استراتيجيه دفاعيه واضحه جدا، لا يوجد رقابه. هدف ماغواير الكره كانت عاليه ولا في احد حتى تابع الكره، لكن هني الوضع مختلف شويه. الوضع هني كان نوعا ما افضليه لتشيلسي. سانشيز كان ممكن ياخذ خطوه وممكن كان يعني يتدخل في امساك الكره، لكن في المقابل الفريق فقد توازن في الجانب الدفاعي. هذه من الاشياء السلبيه بالنسبه للفريق تشيلسي كجانب دفاعي، لكن كجانب هجومي فريق وصل. أيوة. فريق اجاد، فريق وصل الى اكثر من مرحله في الشوط الاول، لكن لم يستطيع ان يسجل، وهذه مشكله بالنسبه لفريق تشيلسي اذا لم يستطيع يسجل في ضربه. موضوع المشكله تفق جواو بيدرو ممكن يكون هو كراس حربه، يعني وراء المهاجم او في الجهه اليسرى. كرصانع العاب دائما عندما يلعب كرصانع العاب يظهر بنفس المستوى. ممتاز. دعونا نتوقف مشاهدينا الاعزاء على ان نذهب الى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل الحديث عن السيناريو الافضل والانسب لتشيلسي وساندرلاند. في مطلع شوط المباراة الثاني قد يواجه صعوبة أمام ساندرلاند الذي سيتكتل، وهذا أمر طبيعي. طبعا هي نتيجة جيدة بالنسبة لساندرلاند، لكن كما قلت تشيلسي عنده كل الإمكانيات، عنده لاعبين بدلاء ممكن يصنعوا الفارق في أي لحظة. المطالب كذلك كانت هناك تغييرات، كذلك أظن أن هناك تغييرات. شالوبا موجود صحيح، لكن كان موجود من الشوط الأول، لكن عنده الإمكانية أنه يغير لاعبين وممكن حتى 3 لاعبين. ساندرلاند كما قلت لعب بشكل جيد الشوط الاول. دائما الشوط الثاني لو كانت هناك محاولات ممكن كما قلت كرات ثابته، ممكن ضربه جزاء، اي حاجه تغير نتيجه. بالتالي تشيلسي عليه ان يكون جاهز 100%، خصوصا عمليه تسجيل الاهداف. كلما طال الهدف نعم كلما اعطى ثقه اكثر للمنافس. الشوط الثاني فريق الطامح ولا المتماسك؟ اعتقد فريق طامح تشيلسي يدفع باستيفاو الشوط الثاني.
بعد 10 دقائق ربع ساعه من الشوط الاول الشوط الثاني يدفع باستيفاو، يا يكون على حساب نيتو او على حساب جراناتشو، وبالتالي ينشط الجانب الهجومي اكثر. الوقوف على مستوى بيدرو صراحه المحير لغايه الان على كيفيه توظيف هذا اللاعب، يا يلعب كراس حربه صريح، يا يلعب تحت المهاجم، غريب عن منطقه التسجيل، بعيد عن مستواه المعهود. ليس بيدرو اللي شاهدناه منذ انتقاله من برايتون الى تشيلسي. اهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نتعرف معكم كيف استطاع ساندرلاند الانتصار على تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد مع يوسف شيب. يعني الشوط الاول شاهدنا سيطره وشاهدنا استحواذ اكثر لفريق تشيلسي، تمكن من تسجيل الهدف الاول مع بدايه المباراه. اعتقدنا ان ربما ستكون مباراه اهداف لفريق تشيلسي بعد الهدف الدقيقه تقريبا الثالثه للاعب غارناتشو، لكن فريق ساندرلاند ظل متماسك ولعب بالنظام ولعب كذلك بقوه، خصوصا في الدفاعيا قوي. وهنا هدف التعادل، لاعب إيزودور يسجل هدف التعادل تقريبا في الدقيقه 21. الشوط الثاني شاهدنا بعد التغييرات، كذلك كانت فرص كثيره لفريق تشيلسي لم يتمكن من تسجيل اهداف. وهنا هدف المرتده، هدف فريق ساندرلاند اللي اعطى 3 نقاط مهمه واعطى الوصافه في ترتيب. اللاعب طالبي اللاعب المغربي يدخل في الشوط الثاني سجل هدف رائع، حطه جميله. نعم صحيح، وهدف رائع طالبي. نعم، مع امكانيات كبيره لهذا اللاعب. عوده مهمه ايضا دكتور لسكه الانتصارات من قبل نيوكاسل امام فريق لا يعيش افضل حالاته اللي هو فولهام. اخطاء باسي، خطا في اخراج الكره، هدف صعب من ميرفي بصراحه، زاويه صعبه بقرار صعب، بتسديده لم تكن سهله على لينو حارس المرمى. الشوط الثاني قد يكون فريق فولهام استطاع ان يعود في المباراه ويقلص النتيجه الى التعادل، لكن هذا التعادل لم يستمر في الوقت. ايضا نفس سيناريو مباراه تشيلسي وساندرلاند، صحيح، في الوقت القاتل ايضا برونو جيميريش سجل هدف الثاني ويعطي طبعا نيوكاسل 3 نقاط مهمه و3 نقاط يستحقها نيوكاسل. لما حدث في مواجهه ساندرلاند دكتور، ليس كل بديل بديل، هذه المره طالبي جاء بديلا وجاب معها 3 نقاط. يعني بعض الأحيان تكون مباراة لدكة البدلاء، لتغيير شكل فريق، لتغيير نتيجة، لعمل الفارق. وبكل تأكيد يعني يمكن طالبي لاعب خاض تجربة على مستوى الكلوب بروج تشامبيونز ليج، الآن هو إضافة ممتازة لساندرلاند. قد يكون يعني هذه المباراة بالنسبة لطالبي قد تعطي مساحة أكبر في القادم من المباريات لاستخدامه كلاعب أساسي. هدف رائع، تكنيك عالي، دقة، اتخاذ قرار سريع لم يتأخر. لو موقف الكرة شوية ممكن تتغير مجراها، لكن ما فيها أي تأخير، على طول التسديدة كانت صعبة، ولا فيها أوفسايد ولا فيها بس دكتور شوف التحضين هنا، هذا أخذ وقت طويل حتى جاءوا. هذا رأس الحربة. يعني أنا قبل المباراة قلت لك إن مشكلة تشيلسي في قلبي الدفاع. صحيح، قلب الدفاع عندهم مشاكل كثيرة جدا. توسن ما أدري أنا إيش ينطر، يعني شو اللي ينطره توسن؟ أنت مدافع، لازم تكون على الأقل ضايق المهاجم، ما تخليه على راحته، ما تخليه ياخذ قرار وياخذ الوقت وينتظر القادم من زملائه لكي يمرر. فبالتالي هني هذه بعض القرارات مدافعين صراحة الأمانة تعمل الفارق في الجانب السلبي بالنسبة لفريق تشيلسي. ستيفاو لاعب صغير، لاعب يحتاج إلى وقت، نعم قد يكون يكتسب الخبرة الأكثر. قطعت منه في وضع يعني 2 على 1. يعني مستغرب أنا الحالة السلبية اللي يمر فيها الدفاع. صحيح، فريق تشيلسي الفريق كان في حالة هجوم، لكن وإن كان حالة هجوم الجانب الدفاعي غير موجود نهائيا بالنسبة للفريق. والمباراة منتهية المباراة، يعني المفروض يكون هناك نوع من الذكاء في ايقاف الكره، فاول تكتيكي، اعمل اي شيء في الكره، لا تخلي الكره تروح كذي سهله. فبالتالي هذه اشياء يعني نقص الخبره بعض اللاعبين، سوء التصرف ادى الى ان ساندرلاند يسجل الهدف الثاني وهدف ب3 نقاط، و3 نقاط ثمينه بصراحه.
3 نقاط قفزت ساندرلاند المركز الثاني. يعني هو قادم من الشامبيونشيب، يعني الموسم الماضي نفس الوقت هذا يلعب في الدرجه الاولى. صحيح. الان هو بعد الاضافات والتعديلات اللي اضافها الفريق اصبح فريق مميز وفي المركز الثاني. جميل. دعونا نغلق هذا الملف الفني مشاهدينا الاعزاء ونفتحه اخرا عندما نذهب الى أولد ترافورد، حيث واحده من المواجهات الهامه لأموريم ورفاقه مانشستر يونايتد بحثا عن الانتصار الثالث لهم في الدوري مع أموريم امام الفريق العنيد والقوي ايضا برايتون.